5 افكار هيريحوكي من حيرة الفطار والعشاء كل يوم. حاجات لما بتبقى موجودة في البيت كده بنريح دماغنا خلاص من فكرة هنفطر ايه وهنتعشى ايه. اول حاجة خالص وهي ان احنا نحاول نخلي نوع من المخبوزات موجود معانا دايما، حتى لو هنعمله مرة واحدة بس في الاسبوع اقل حاجة. ممكن نعمل بقى قرص بسمسم عملتها معاكم قبل كده، ممكن نعمل باتيه بالجبنة، ممكن نعمل اي حاجة انتوا حابينها. خلية النحل برضو بتكون حلوة قوي. كمان نخلي فيه نوع كده من العيش الطري نكون بنحبه، زي الرقاق الطري برضو عملناه مع بعض قبل كده، او العيش الشامي. الحاجات دي لما بنحط فيها اي حاجة حتى لو بسيطة، مثلا جبنة والله مع شيبسي بيكون احسن بكتير من لما انتوا بتاكلوا العيش اللي هو بتاع الطابونة. فاي نوع من الانواع دي مع جبن او مع لانشون او مع اي حاجة موجودة في البيت، او حتى مع بيض مقلي، بيض مسلوق، الحاجات دي كلها هتلاقوا الدنيا مشيت وهتلاقوه بقى كويس معاكم. انا كنت عملت معاكم برضو العيش الشامي ده في فيديو قبل كده لما كنا بنعمل الكفتة، فانتوا هتلاقوا الطريقة بتاعته برضو. لو انتم محتاجين مقادير اي حاجة فيهم عرفوني وانا هكتبها لكم على طول. كمان لازم يكون عندنا نوعين من الجبنه احنا بنحبهم، الجبنه البيضه مثلا مع اي نوع تاني، بحيث ان احنا في وقت مش قادرين نعمل فيه اي حاجه هو سندوتش من العيش اللي احنا عملناه مع الجبنه مع مخلل، بيكون الموضوع حلو. لو عندكم اطفال كمان بيحبوا الحاجات دي وبياكلوها على طول، انا مثلا بحب الجبنه السلطه، فعلى طول بكون مخلياها مع الجبنه البيضه، وساعات باكل ده وساعات باكل ده. برضو البطاطس بنعمل بيها وصفات كتير قوي بتكونش مكلفه خالص، محمره مره، مسلوقه مره، بصلصه مره. يعني بصوا بجد بتنجز وبنطلع منها افكار كتيره قوي. برضو نخلي فيه حاجه حلوه في البيت دايما، زي مثلا ان احنا نعمل كيكه، نعمل رز بلبن. ساعات كده بالليل ما بنكونش جعانين بس بنكون عايزين ناكل حاجه حلوه، يعني تحسوا ان انتوا جعانين بس لو كلتوا كيكه فالدنيا تمام برضو مش محتاجين اكل. فعشان كده برضو مهم نخلي عندنا حاجات زي دي. وبرضو نعمل مره كده رز بلبن، والرز بلبن برضو مش دايما، يعني مش لازم يبقى مكلف قوي، مش لازم يبقى لبن بس، بيتعمل بلبن وبميه وبيكون طعمه حلو قوي. كنت عاملاه معاكم برضو قبل كده. من الحاجات بجد اللي هتفرق معاكم قوي حتى في العشاء، يعني او بالذات في العشاء، هتلاقوا ان الدنيا وفرت معاكم وفي نفس الوقت بتاكلوا حاجه حلوه، وفي نفس الوقت هتحسوا ان البيت دايما فيه حاجه او مفيش حاجه ناقصه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده. ما تنسوش ان انتوا تجربوا الحاجات دي، هتلاقوها فرقت معاكم. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي.